السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم لي كاب كيك اللي كيجيو رائعين مذاقا وشكلا. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر مع واحد الكيك اللي رائع بواحد الكريمه د الليمون اللي كتجي هائله بزاف. نفس الخليط خرجت منه لي كاب كيك وكيكه، راه كيجيو الصراحه رائعين بزاف. لي كاب كيك كيفاش كيجيو شي حاجه رائعه هشاش بداك المذاق وخيزو اللي لداخل كيجيو شي حاجه رائعه بزاف. بالنسبه للكيك حتى هي راه كتجي رائعه. شوفوا معايا الكيك كيفاش كيجي. وهنا باش ما نطولش عليكم الفيديو اكثر من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ونبداو مباشره في الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. صافي غنبدا بالمكونات. اول حاجه عندي هنايا شويه ديال الملح، عندي ربع كاس ديال السكر اولا سكر سنيده، عندي هنايا 2 حبات ديال البيض، صافي غنخلط البيض مع السكر مزيان. صافي من بعد ما رجع ليا هنا هكا غنزيد ليه هنايا سكر بنكهه زهره البرتقال، وغنزيد عليه كاس قال ربع ديال الزيت، ونرجع نخلطهم حتى هما مزيان مع بعضياتهم. صافي وغنزيد هنايا عندي كاس ديال اللبن، تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب. صافي بالنسبه للدقيق عندها بجوج ديال الكؤوس. غنزيد هنا 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، الوزن ديالهم 8 غرام 8 غرام اولا 7 غرام 7 غرام. صافي نرجع نخلط. بالنسبه للخليط ديالنا كيكون هكا ثقيل، يعني كتكتبي الحاجه كتبقى مده عاد باش كتحيد. صافي غندوز مباشره غنزيد واحد شويه ديال الخل. عندي هنايا خيزويه اللي غسلت وحكيت بالحكاكه البيضاء. عندي كذلك هنا الكركاع اللي قطعته بهذه الطريقه اولا هرمشته غير بيدي. صافي ونخلط المكونات مع بعضياتهم. صافي غنحط الكيك ديالي جانبا. بالنسبه للقوالب انا غنخدم بعلب ديال الطون كيف ما شفتوا معايا. صافي غندوز باش نحط لهم الورق بهذه الطريقه كاملين. صافي هنا من بعد ما قديت ديك الطويصات ديالي الطاوله اللي غندخل الفران، عندي هنايا البوش باش يساعدني على الخدمه. صافي نبدا ندير فيهم غير النص فقط باش هكا ما يفيضوش لينا. تقدروا تخدموا هاد الطريقه غير بالمعلقه. في هذه المرحله راني مشعله الفران تيسخن. صافي غندوز مباشره ندخلها من الفران. صافي وبالنسبه لهذا اللي شاط ليا غندوز دهنت مول اللي يكون شويه صغير. صافي ونحط فيه داك الخليط. ها نتوما في هذه المرحله يعني تقريبا الا كانوا عندكم مازال طويصات ديال لي كاب كيك تقدروا تكملوهم لي كاب كيك. في هذه المرحله انا خرجت ليا كيكه اللي هي صغيره و11 ديال لي كاب كيك. صافي غندخلهم الفران اللي هو سخون. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما تحمروا لي بهذه الطريقه كنخليهم يبردوا تماما وكندوز باش نحيدهم من دوك العلب ديال الطون. راه كيتحيدوا بكل سهوله. شوفوا معايا. كيف ما شفتوا غندوز انا عندي عندي الكراميل ندوز نديرو بهذه الطريقه. صافي داك الكراميل وداك نكهه زهره البرتقال كيجيو في المذاق رائعين بزاف. غنستمر هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي. صافي بالنسبه للتزيين هنا زدت ليهم شويه ديال الليمون، قطع ديال الليمون صغير، وعندي هنايا في الوسط غندير لهم شويه ديال كاوكاو كونكاسي.
وصافي البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا، كيجيو شي حاجه رائعه شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوهم. وبالنسبه للكيك راه هي هادي، انا حاولت نزينها زدت ليها الكريمه ديال الليمون من الفوق وشويه ديال الكاوكاو كونكاسي وتزيين شويه ديال الليمون فقط. كيبقى التزيين اختياري، تقدروا تخليوها هكاك، تقدروا ديروا لها نفس الطريقه اللي درت ليها، راه فعلا كتجي رائعه شكلا ومذاقا. كنتمنى انكم تجربوهم حيت فعلا كيستحقوا انكم تجربوهم. وانا نقول لكم الا عجبتكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، ونقول لكم بالصحه والراحه، فيديو جديد وصفه جديده